انت عارفة ان التغييرات البسيطة بتعمل اختلاف كبير قوي في حياتك وتخلي حياتك احسن كتير؟ وكمان التغييرات البسيطة السيئة ممكن تعمل تغييرات كتير قوي للأسوأ. قرار واحد ممكن تاخديه ممكن يغير حياتك بالكامل، حتى لو القرار ده انك تصلي الفروض في ميعادها، حتى لو القرار ده انك تقرأي صفحة واحدة من كتاب كل يوم، حتى لو القرار ده انك تنسي كل اللي فات وتبدأي من جديد. مساء الخير، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنكمل سلسلة 22 حاجة من الحاجات اللي ممكن تغير كتير قوي في حياتك. وزنك وحياتك دلوقتي هو نتاج لعاداتك من سنة فاتت. الفوضى اللي في بيتك ده معناه انك متأخرة في عادات التنظيف بتاعتك. لو عاوزة تعرفي حياتك هتبقى فين كمان كام سنة، بصي انت بتعملي ايه دلوقتي. انا لسه حاصل لي موقف ما اتمنهوش لحد بصراحه، وبجد حسيت بضيق شديد قوي، بس قررت اني مش هستسلم للحزن والالم اللي سببهولي اشخاص تانيين حتى لو عائد عليا بضرر. خلاص لازم اعدي واكمل. العادات الكويسه هتخلي الوقت واقف في صفك. ان انت تنجزي حاجه بسيطه جدا في اليوم يعتبر حاجه لا تذكر، بس انا اتعلمت ان بعد تراكم الوقت هتستفادي. عارفة تقدمك في حياتك عامل زي ايه بالظبط؟ معاكي قطعة تلج في الفريزر والأوضة باردة جدا، كل لما تزودي الحرارة شوية شوية ببطء جدا مش هيحصل حاجة للمكعب، بس لما ترتفع الحرارة فجأة المكعب هيسيح بسرعة جدا. ده بالظبط اللي بيحصل لعاداتك اللي بتعمليها كل يوم ومش باين. زي مثلا وانت بتنظفي بيتك كل يوم درج مثلا بسيط او دولاب بسيط، اخر الاسبوع فجأة هتلاقي الشقة كلها نظيفة جدا. زي مثلا لو بتاخدي كورس مش هتحسي بالنتيجة خالص، ولا النتيجة هتظهر الا في نهاية الكورس. وهكذا في كل حاجة في حياتك. مستحيل تحسي ان العادة ممكن تغير كتير قوي في حياتك الا لما تتراكم. جربي ما تنظفيش بيتك تنظيف عميق فترة، فجأة هتحسي الدنيا مكركبة. النتيجة القوية بتيجي متأخر، زي الفيديو اللي بعمله دلوقتي ده. مفيش تفاعل ولا لايك ولا اشتراك في القناة، شكرا جدا، الاهتمام ما بيطلبش، بس انا واثقة في ربنا سبحانه وتعالى ان لو استمريت ده هيتراكم بعد وقت وهيظهر نتيجته مرة واحدة، بس بشرط ان استمر. لما تنجحي الناس هتكون متخيلة انك فجأة نجحتي، ما يعرفوش انك تعبتي قد ايه وسهرتي قد ايه. ليه؟ لان العالم الخارجي مش هيشوف غير النتيجة. عارفة لما كانوا زمان عاوزين مثلا يولعوا نار كانوا بيجيبوا حجرين ويفضلوا يخبطوهم في بعض كده ويفضلوا يخبطوهم في بعض كده فترة وفجأة النار بتيجي. احلامك نفس الكلام، هتفضلي تسعي فترة وفجأة بإذن الله تعالى هتتحقق. تخيلي لو اللي بيعمل الحجرين دول هبط شوية ووقف شوية وبعدين رجع يكمل. عاوز النار تشتغل هيبدأ من أول تاني. انت كمان لازم تستمري ما توقفيش. تعالي نزرع البذرة مع بعض ونحصدها سوا في آخر الطريق. اعتبري الفيديو ده رسالة ليكي من ربنا سبحانه وتعالى، نخلع سوا كل العادات اللي مش كويسة من جذورها، زي الموبايل والتأخير في مواعيد الصلاة وأي ذنوب تانية أو عادات تانية، ونزرع مكانها عادة جديدة كويسة بسيطة. ممكن يعدي معانا شهور وسنين، مش مهم من نتيجة، أكيد بإذن الله سبحانه وتعالى هتظهر في الآخر. اوعي تيأسي لو ماشية في طريق وما حققتيش حاجة لسه، يمكن انتي قبل النجاح بخطوة بس. كملي وما تيأسيش أبدا لو لسه مش بدأتي، قومي حالا كملي. في فرق بين الهدف والخطة اللي هتحطيها لنفسك. الهدف اوكي انتي عارفاه خلاص، سيبك بقى خالص من الهدف وركزي في الخطة، هي دي اللي هتحقق لك النجاح كله. زي بالظبط مدرب كرة السلة، الفوز فيها بيكون عبارة عن نقط في لوحة تسجيل كده في الماتش. لو ركز فيها وركز في لوحة التسجيل وساب الفريق الدنيا هتبوظ جدا، لكن لو ركز مع الفريق والنتيجة كده كده هيشوفها في الآخر، أعتقد الوضع هيختلف تماما. طيب ده معناه إيه؟ إن الهدف ملوش قيمة؟ لا طبعا، بس خلينا نبطل نركز شوية في النتيجة. عيب الهدف إنه بيخلي سعادتك تقف ومبنية على الحاجة دي. دايما قولي مثلا أنا هكون سعيدة لو ده حصل، لكن لو ما حصلش أنا هكون زعلانة جدا. لا، على فكرة انت ممكن تكوني مبسوطة عادي في المكان اللي انت فيه دلوقتي. مش مطلوب مننا خالص ان احنا نأجل سعادتنا لغاية ما الاهداف تتحقق، لان الفرحة لحظية. اول ما الهدف يتحقق هتفرحي وقتها. طب يبقى ليه من الاول نوقف سعادتنا دلوقتي وانت ماشية في الطريق؟ في احتمالين. الاحتمال الاول ان انت تحققي هدفك وتفرحي وقتها وهتحسي بالنجاح وهيبقى احساس لحظي وهتدوري على هدف تاني، لكن الاحتمال التاني انك تفشلي لا قدر الله وهتكوني محبطة جدا، فبالتالي بنحبس نفسنا في نسخة ضيقة قوي وضعيفة جدا من النجاح، ومش طول الوقت حياتك هتمشي زي ما خططتي. تعالي النهاردة نبني مكعب من العادات، وحطي
اول حجر فيه معايا. انا عن نفسي هبدأ من النهاردة ان شاء الله، هقوم دلوقتي اخلص الحاجات اللي مأجلاها وبسوفها علشان افكر كويس وذهني يكون صاحي ان شاء الله، واركز في حاجات تانية بعد كده. وانتي كمان تعالي معايا في رحلتي ونتطور مع بعض، وقوليلي في الكومنتات ايه القرار اللي اخدتيه دلوقتي. واشوفك في ميعادنا ان شاء الله كل 4 الساعة 7 الاسبوع اللي جاي. والسلام لقلبك.